السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نحن بالجنوب دائما نذكر فضائل المحتلين. أولا نحن قمنا ثورة ضد بريطانيا أنها احتلتنا، وبعد ما خرجت ندمنا وزعلنا على خروجها، ونتذكر ايش عملت لنا وايش سوت لنا، بنت وعلمت ودرست وزفلتت وسوت. المهم ندمانين على خروج بريطانيا. المهم بعدها جاء ما يسمى نظام علي عبد الله صالح، انه احتلال علي عبد الله صالح، وخرجنا ثورة ضده. والمهم وناضلنا وحتى انه رحل يعني. والان بنذكر زمانه وعهده، كنا تدخل المطعم تتغدي ربع دقائق مع البيبسي ب250، وتعبي دبه بترول ب750. الآن الحبة البيبسي ما عاد هي 250، قد هي ب500. والدبه البترول ذي بيعبي لك بتعطيه 750، والدبه البترول ب26,000. يعني انت تعبي دبه بترول ب750 لسيارتك. الآن اللي بيعبي لك بتعطيه بخشي 750، وبتدفع قيمة البترول 26,000 ريال. ولا رحنا رجعنا بنتذكر عهده وايامه وزمانه. هي المسألة مش مسألة انه لا المسألة هو نتذكر المعيشة اللي رحنا بها. لا رحنا دائما رحنا تحت الاحتلالات رحنا، ولما قد هو الجنوب بيكون بيديتنا العام نقدر نحكم، وكبرت علينا الامور وتلخبطت ورجعنا صراع وحروبات. يا اخواني ليش هذا الكلام؟ هل عندنا قدرة نحكم البلاد؟ كلمونا وصارحونا يا اخواني. احنا شعب غلبان، نبغى نعيش امانة. هل عندنا قدرة نحكم البلاد ما لم يشوفوا لنا محتل نظيف يحتل لنا، ونبعد من وجع القلب، ونبعد من الصراع والاغتتال الذي رحنا فيه، ونعيش بهدوء ونعيش باطمئنان تحت نظام محتل نظيف؟ ولكم تحياتي ذو القرنين الحميري.